يا مساء الخير على كل متابعيني. جيت لكم النهارده بوصفه غدا سريعه، طبعا متهيألي مفيش اسرع من كده. هنا معايا طاسه، هحط فيها معلقه سمنه كده ونص، ولو انتي لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسونيش بقى في اللايكات يا جماعه للفيديو علشان اعرف ان الفيديو عجبكم. انا كده هنا هنزل بالكبده، انا مش هقلبها كتير علشان خاطر ما تنزلش الميه، علشان ايه؟ انتوا عارفين الكبده لما بتتقلب كتير ممكن تنزل ميتها، فانا هسيبها كده. عشان كده انا اخترت الطاسه الواسعه، علشان لو ضيقه ايه، مش كله هيوصل له السمنه. لما تبقى الطاسه واسعه كده وكبيره تعرفي انك ايه، تتحمر من كل الجوانب. افضل يعني انك تختاري ايه حاجه كبيره، مقاس كبير، عشان تعرفي تعملي فيه الاكل، بالذات الكبده والشاورما كمان. انا كده هبتدي اقلب الكبده. بعد كده هحط الثوم، هنزل بالثوم ومعلقه الهريسه. انا كل ده ما حطيتش ميه علشان خاطر ما حطيتش قصدي ملح، عشان الملح ممكن ايه برضو ينزل الايه العصاره بتاعت الكبده. انا حطيت كده معلقه ثوم ومعلقه هريسه شطه، تمام كده مع بعض. بس عشان انا الثوم عندي متجمد. وهنزل بفلفل اسود، احط لها فلفل اسود كده، مش هكتر عشان هريسه الشطه هتبقى مش هتشطر لو اولادك ما بيحبوش الشطه. وهحط كزبره ناشفه برضو كده رشه، وهنا هحط فلفل اخضر، ده فلفل رومي بارد، وهقلبهم مع بعض. الريحه طالعه جميل من اول ما حطيت هريسه الشطه والثوم، وريحتها ايه جميله. انا كده هي خلاص ابتدت تتشوح اهي، ممكن انزل برشه ملح عشان طبعا هي خلاص داخله في السوا كده، هي مش هتنزل معايا ميه تاني. الاكله دي تعمليها لما تبقي جايه من الشغل مستعجله، عشاء بسرعه سريع، غدا برضو سريع لما الاولاد ترجع من المدارس تعملي لهم سندوتشات كبده زي كده ويتغدوا. الوجبات السريعه يعني مفيش اسهل من كده بصراحه، يعني كلها في طاسه واحده واتعملت بسرعه. وكده خلاص انا اول ما تستوي معايا هبتدي اقدمها. انا هنا شرحت طماطم وحطيت لها كده معلقه هريسه شطه ورشه كزبره ناشفه وملح، ودي كده ايه هحطها تتبيله. انا كده قدمت خلاص الكبده، انا كده شوحتها حمرتها خالص، وقدمت معاها الطماطم المتبله اللي هي فيها معلقه هريسه شطه، وحطيت كزبره ناشفه وملح مع خيار، وده الزيتون المعصفر بتاعنا اللي خليناه سوا مع بعض، ودي جبنه قديمه وعيش شمسي
وبألف هنا وشفا على اللي هيجربها، والف هنا وشفا علينا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايكات والشير. ولو انت جديده لسه معايا في القناه، ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس تحت علشان يجيلك الكل. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، ووحشتوني كتير، وانا عارفه ان انا مقصره في الفيديوهات، ومعلش اعذروني. يا رب يكون الفيديو كده عجبه، يكون تحت حسن ظنكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.